السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير أو صباح الخير عليكم جميعا. رمضان كريم وكل سنة وأنتم طيبين. النهاردة يا رجالة هندردش مع بعض في تسليح القوات المسلحة المصرية. مصر من 2013 انتهجت سياسة أكثر من جيدة في تنويع مصادر السلاح، بعد ما كان لمدة أكثر من 30 عام في عهد الرئيس مبارك كان تسليح الجيش المصري بيقتصر فقط على الولايات المتحدة الأمريكية كمصدر أول ووحيد للسلاح لمصر. للي ما يعرفش، حوالي نص السلاح ده بالظبط كان يجي لنا في صورة معونة عسكرية من أسلحة خرجت من الخدمة، زي الطرازات المدخرة من مقاتلة الاف 16 وأكثر من منظومة دفاع جوي. كذلك الأمر احنا مع مصر ليها ترخيص في تصنيع دبابة M1A1، تمام، واللي بالمناسبة يعني الدبابة دي مش اللي هي يعني مش قوية جدا يعني، ولكن لا بأس بها. بعد بعد الربيع العربي او ثورات الربيع العربي، والسقوط طبعا كانت قبلها العراق، بعد كده سوريا، الامر اللي حصل في ليبيا، ووجود مخاطر كثيره استوجب ده تطوير القوات المسلحه اللي كانت محطوطه في ثلاجه لمده 30 سنه. اتجهت القياده السياسيه في تنويع مصادر سلاحها. جبنا غواصات من المانيا، جبنا من روسيا الميج 29، تعاقدنا على السخوي 35، جبنا منهم منظومات دفاع جوي كويسة، جبنا من فرنسا مقاتلة الرافال، جبنا منهم فرقاطات. كمان في كلام كمان في كلام على ان في صفقة سلاح قوية جدا تقدر من 9 ل 10 مليار يورو، ده مبلغ خيالي بصراحة، مع ايطاليا للحصول على 24 مقاتلة يورو فايتر تايفون، وهي مقاتلة من الجيل الرابع ومقاتلة جيدة. كذلك الأمر قمر صناعي وطيارات تدريب وأربع فرقاطات من طراز فريم. طبعا يا رب أكون نطقت الاسم صح. الكلام ده كله كويس. تنويع مصادر السلاح ده كان مطلوب من يجي بتاع 20 سنة لورا. زادت المخاطر، احنا عندنا مياه إقليمية، فبالتالي كان لازم تطوير القطاع البحري والحصول على الغواصات والحاجات اللي أنا ذكرتها دي كلها. آه غير المخاطر الموجوده وخصوصا في منطقه البحر المتوسط المشتعله، واللي احنا بيننا ما بين تركيا تقريبا مشكله فيها، وكذلك الامر مشكله مياه النيل وسد النهضه والصداع اللي مسببه لنا اثيوبيا، واللي ان شاء الله باذن الله هنضربهم ضربا نجيب فرطهم خالص بيها. لان مياه النيل دي يعني مساله مياه النيل دي يعني اعتقد انها مساله منتهيه، ده حياه او موت، ملهاش حل تاني يعني. والله الواحد ما فاهم يعني ايه سر تقاعس الدولة في المسألة دي. ما علينا، لكل مقال مقال، فمش وقت الكلام في قصة سد النهضة ده لأنه بنعمل لها حلقة وحدها. تنويع مصادر السلاح مسألة أكثر من جيدة. تطوير القوات المسلحة، قواتنا البحرية بالذات تحديدا، عشان حقول الغاز بتاعتنا اللي في البحر المتوسط، حدودنا الإقليمية، مياهنا الإقليمية، كذلك الأمر البحر الأحمر. كل ده كلام كويس خالص. تم افتتاح قاعدتين، قاعدة محمد نجيب وقاعدة برنيس العسكرية، واللي لأول مرة بتضم قاعدة بحرية، رصيف بحري، دي حاجات كلها جيدة. وبالمناسبة يا اخوانا، موقع قاعدة برنيس ده كان مختاره السوفيت زمان، وكان نفسهم جدا يعملوا قاعدة بحرية في المنطقة دي، فالموقع مثالي 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 مثالي. ده كله كلام كويس خالص، لكن اللي يحرق في القصة دي ان احنا بندفع مبالغ طائلة في تسليح تقليدي. انا مش هقدر استفيد منه قوي في حروب الجيل الرابع، الحروب الغير معلنة، الحروب اللي بالوكالة، الحروب اللي انت مش عارف عدوك مين فيها، عدوك ساعات بيكون منك. وادينا شايفين كلنا اللي حاصل في سينا، كان الله في عون القوات المسلحة والجيش ورجالتنا في سينا. سدد الله خطاهم يا رب يعني، وربنا يديهم ويقويهم ويصبرهم على اللي موجود في سينا. اللي موجود في سينا واللي بيتعرض لنا منه ما اظنش انه 1% من الوضع هناك. انا اديت خدمه عسكريه وعارف انا بقول ايه يعني. كلام كويس كده، تمام. طب انا بدفع ملايين في تسليح تقليدي، اللي هو تسليح ينفعني في حرب تقليديه اللي هي بلد قصاد بلد او جيش قصاد جيش، لكن مقصرين في تطوير المقاتل نفسه.
والمعدات اللي بيحتاجها المقاتل زي الفساتات الواقية من الرصاص. الفساتات الواقية من الرصاص في الجيش سيئة جدا وتعيق الحركة وتعيق القتال، وأنا لبسته وعارفه. كذلك الأمر قلة أو ندرة نظارات الرؤية الليلية، تطوير السلاح الشخصي نفسه، حاجات كتير عليها علامات استفهام. الله أعلم الدولة غضت الطرف ليه عنها. تمام تمام، ادي مسألة التسليح. ندخل على قصة تاني يا اخوانا. احنا لو طورنا بس التعليم في مصر، التعليم ثم التعليم بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، ولم يبنى ملك على جهل واقلال. ثم البحث العلمي، ثم قطاع الزراعة، ثم قطاع الصحة. الاربع قطاعات دول يا اخوانا لو اتطوروا صح وتم الاهتمام بيهم، هتبدأ تظهر بشايرهم او نتائجهم على مدار 5 ل10 سنين. التعليم ثم التعليم. مفيش دولة قامت وتقدمت وبقت صرح في الاقتصاد إلا بالتعليم. إيه سر إهمال دولتنا للتعليم؟ الله أعلم. دي شيء يحزن، شيء يزعل جدا. التعليم. مسألة الزراعة للي ما يعرفش، يمكن من أكثر الدول المتقدمة في مسألة الزراعة، ودي حاجة تحزن يعني، الصهاينة إسرائيل الأبحاث اللي بتعملها في قطاع الزراعة واللي بتصرفها على البحث العلمي في قطاع الزراعة شيء لا يصدق، واللي بتصرفه على البحث العلمي بوجه العموم شيء لا يصدق. تمام. ثانيا، احنا من افشل الدول في العالم اللي بتستغل الثروه المحجريه ليها. احنا 90% من مساحه مصر بالمناسبه صحراء وجبال، لكن الصحراء والجبال دي يا اخوانا ادخلوا شوفوا المانيا عملت ايه في الثروه المحجريه بتاعتها، سواء رمله، سواء محاجر رخام، مناجم ذهب او غيره او غيره او غيره او غيره. يطول الحديث في القصه دي. ليه احنا ما بنستغلش ثروتنا المحجريه دي؟ حد يفهمني. ليه احنا ما بنطورش التعليم؟ وليه مناهجنا نفسها حتى ما بتتطورش؟ وليه ما فيش حد بيجي بافكار زي ما بنقول كده خارج الصندوق؟ كلها افكار تقليديه، مناهج تعجز الطالب، ما تساعدهوش. انظمه الثانويه العامه تعبانه. التعليم، وانا بكرر على مساله التعليم ده. التعليم هو الدوله. التعليم يغنينا عن شراء السلاح. التعليم يغنينا عن استيراد اي منتج من بره. التعليم. احنا لدينا قوه عامله او قوه بشريه كبيره جدا، احنا خطينا ال 100 مليون. ازاي ما قدرناش نستغل العامل البشري الموجود عندنا؟ وبدل ما يبقى عبء على الدوله بتتحمله وبتعاني منه، بتنادي بتنظيم الاسره وغيره 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 وغيره، انت ممكن ببساطه جدا تحول العبء ده لحاجه لصالحك. اتمنى من عند ربنا نظره لله للتعليم. قطاع الزراعه، اسالوا يا اخوانا، مش عايز ادخل في تفاصيل كتير، اسالوا عن سلالات الطماطم اللي كانت في مصر اللي اندثرت وغيرها 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 وحاجات كتير، ومين السبب في ده. مش عايز ادخل في تفاصيل. البحث العلمي مصر لا يكاد يكون فيها بحث علمي. ما فالحينش غير يجيبوا لنا شويه العيال اللي بيقولوا عليهم مخترعين. عيل قال اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، عيل عنده 8 سنين ولا 9 سنين جايبينه لنا على التلفزيون تقول لي ده مخترع ايه؟ انتوا بتضحكوا على مين؟ وليه اعلامنا اصلا مصر لحد دلوقتي يتعامل معانا على ان احنا لسه عقولنا صغيره، او انه هو المصدر الوحيد من المعلومه زي ما كان في الستينات والسبعينات ما كانش غير في التلفزيون. يا اخوانا حد يقول لهم ان في حاجه اسمها سوشيال ميديا، في بدل المصدر 1000 للمعلومه، واللي انت بتطلع تكذب عليها انا ببقى عارف انك انت كذاب. يا اخوانا انا شفت حاجه على الفيس، حد مشغل موتور ميه بانبوبه غاز. اهتموا بعقولنا وعقول شبابنا، وفروا لهم اماكن، وفروا لهم دعم. هتفرق كتير. هل يعقل يعني ان احنا نكون 100 مليون البلد كلها ما فيهاش عالم زي الناس، ما فيهاش مخترع يعمل حاجه تكيفك كده ترضيك؟ كل البلاد بتقدم من حوالينا، بنعمل حاجات كويسه. الامن بدأ يستقر بصوره جيده جدا. الدوله بتضخ فلوس، تعاملت نوعا ما مع ازمه كورونا بشكل جيد. تسليح، قوه. طب ليه نسينا قطاع الزراعه؟ السنه اللي فاتت لا قبلها يا اخوانا، اللي يفتكر ازمه القمح. تمام، لما رحنا اشترينا القمح الدرجه تانية من روسيا، واللي مش عارف ايه اصرارنا ان احنا نشتري قمح درجه تانية، وفي نفس الوقت رفضنا نرفع 100 جنيه الارداب بالقمح للمزارع المصري اللي هو قمح مزروع في بلدك درجه اولى. حد فهمنا؟ دي كلها علامات استفهام، حاجه يعني تصيبك بالحزن.
كذلك المشروعات اللي بتقوم بها الدولة من بالذات الطرق والكباري، بيستفيد بها قطاع قليل جدا، هو قطاع المستثمرين. تمام، ما بيستفيدش منها سائر الشعب. لازم يتم ايقاف المشروعات المعمولة بدون دراسة جدوى ومدى اهمية جدوى المشاريع دي. لله نظرة للتعليم تاني، التعليم قدموا اهل العلم للمسائل. ما ينفعش كل حاجه تبقى على كاهل الجيش او على كتف الجيش. قدموا اهل العلم. دكاتره الجامعات فين من المناصب القياديه؟ الناس زي دي كلها الشباب. انا مش عايز لقطه، مش عايز مؤتمر، مش عايز كذا او كذا وكذا، انا عايز حاجه على ارض الواقع. ما تقوليش انك انت فتحت 13 مدينه اساس ومفيش شغل ليهم. تمام، ما تعملش كبر مبني من الضرايب بتاعتي ومن فلوسي ومني، وفي نفس الوقت ما هو في نفس الوقت تعمل لي كارت عليه. طب انت بتاخد مني ثمن الكبر اللي هو اصلا مبني من فلوسي، من ضرايب ومن كهرباء ومن ميت ومن غيره ومن غيره ومن غيره. ده شيء لا يعقل. الدولة بتسير بشكل جيد في كذا اتجاه وكذا حاجة، لكن كالعادة بنبوظ الطبخة على شوية ملح. مش عايز اطول اكتر من كده عشان انا عديت ل 11 دقيقة. يا رب ما كنت طولت عليكم، ويا رب ما تزهقوا مني، واشوفكم على خير باذن الله. السلام عليكم.